السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. والنهارده باذن الله هنقدم مع بعض طبق البابا غنوج، سهل جدا وسريع، وطبعا البتنجان منتشر في السوق اليومين دول، فقلت اقدم معاكم الوصفه. زي ما انتم شايفين كده هنجيب بتنجانيه ونشويها، بس ناخد وقت شويه في الشوي عشان تطرى معانا خالص. وطبعا هنشويها على البوتاجاز من فوق مش في الفرن بتاخد وقت وبتطلع مجلده، لكن على البوتاجاز بيبقى منها للنار على طول فبتطلع حلوه جدا. وزي ما انتم شايفين بتطلع دايبه كده، ولازم تتاكدوا ان هي استوت خالص عشان ما تبقاش معاكم قطعه من جوه، لا يبقى هي مستويه من بره من جوه. هنشيل بقى القطع اللي هي بتبقى من فوق ومن تحت ديت، بس بنشيلها بعد التقشير مش قبل، عشان احنا بنمسكها منها اثناء التقشير. هنحطها بقى في الكبه، ممكن نهرسها بالشوكه، بس انا بشوفها في الكبه ناعمه وحلوه، لكن في الشوكه بتطلع كده عشوائيه، فاحنا عايزين نعملها زي بتاعه المحلات بالظبط. فهنحطها بقى في الكبه زي ما انتم شفتوا، وهنحط عليها فلفل اسمر وكمون وملح وفص واحد من الثوم وقرن فلفل حراق. وطبعا الفلفل الحراق اختياري، لو انتوا ما بتحبوش الحاجه مشطشطه ممكن نلغيه. وكمان بعد ما نضرب كده شويه هنحط بقى معلقه زيت كبيره كده عشان تنعمها اكتر. عايزه اقول لكم كل اللي دقها يعني كان بيحسبها بتاعه مطعم فعلا، وشاريها مع الفطار او كده. شايفين بقى نفضل نضرب لحد ما تنعم خالص. خلاص كده هنوصل للنتيجه ديت، وبعد كده نبدا نحطها في طبق. قبل ما نحطها في طبق التقديم عشان نظبط بقى بقيه المكونات، احنا كده حطينا فلفل اسمر وكمون وملح، وكمان حطينا ليمون وثوم، ده كله في الكبه. هنحط بقى عليها هنا نص ليمونه كمان، يعني احنا كده حطينا عليها ليمونه كامله، وهنحط معلقتين كبار من الطحينه. والطحينه هنا مش اختياري، هو البابا غنوج بيحب الطحينه فمش هينفع ان احنا نستغنى عنها. هي طعمها من غير الطحينه بتنجان مشوي، لكن هي بالطحينه بابا غنوج. هنقلبها بقى كويس، وعشان احنا ضفنا طحينه هنضيف رشه بسيطه كده من الملح عشان نظبط الملح. وهنبدا بقى نحطها في طبق التقديم ونزينها باي شكل ممكن. شايفين كده مش هينفع، ما كناش هينفع ان احنا نقلبها في طبق التقديم، فعشان كده حطيناها في طبق غويط عشان نحط بقيه المكونات. هنحط بقى معلقه زيت صغيره كده من على الوش عشان تديها شكل. طبعا مش لازم زيت زيتون خالص، ممكن نحط زيت عادي. وهنحط رشه من البابريكا المدخنه، ودت طعمها في حته تانية خالص. وهنزينها بالخيار كده زي ما انتم شايفين، او اي حاجه انتوا عايزين تزينوا بيها، بس عشان تكسروا اللون بتاعها. شايفين شكلها حلو جدا وناعمه خالص. وبكده بقى يا حلوين الحلقه بتاعتنا تكون خلصت. يا رب تكون عجبتكم، يا رب اكون ما طولتش عليكم. ولو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا تعليق حلو زيكم، واشوفكم على خير الحلقه الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.